البداية في هذا اللقاء كانت لصالح الزوار عن طريق عودو الذي كاد أن يفتح مجال التهديف هنا، ثم بليلي في هذه التسديدة التي صدها الحارس غول بصعوبة كبيرة. شباب قسنطينة لم ينتظر كثيرا، وعلى إثر هذا الهجوم بن شريفة يتمكن من فتح مجال التهديف، كان ذلك في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول. الشباب كان بإمكانه إضافة الهدف الثاني، لكن فوافي هنا يضيع فرصة من ذهب. نلعب الدقيقة 39، الشباب يواصل الضغط ويستفيد من ضربة جزاء بعد لمسة يد في منطقة العمليات. بزاز يتولى تنفيذ ممضيا الهدف الثاني. 2-0 كانت نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني شباب بلوزداد رمى بكل ثقله في الهجوم، والبداية كانت عن طريق عودو الذي يخفق هنا أمام غول. عودو دائما يفشل من وضعية جيدة. نلعب الدقيقة 63، الزوار يصلون إلى شباك غول، لكن الحكم يرفض الهدف بحجة التسلل. الدقيقة 71، يحيى الشريف يجسد سيطرة الزوار ويقلص الفارق لتصبح 2-0. ثم دراج البديل في هذه التسديدة وغول في المكان المناسب. غول كان رجل اللقاء وفوت مرة أخرى فرصة على الزوار بعد تسديدة دراوي. آخر محاولة في هذا اللقاء كانت في هذا الهجوم المعاكس من فوافي ناحية بزاز ثم لكوني، لكن دون نتيجة. ليعلن الحكم عوينا نهاية اللقاء بتفوق شباب قسنطينة بهدف واحد. لا بالتاكيد مقابله صعبه، نعرفوا باللي يلعبوا سون بيبليك، ماتش هاوي كلو كونتر اون تري ليكيب تاع سي ار بي. الحمد لله لوبجيكتيف درناه لي 3 بوان يخليونا نلعبوا كيما يقولوا لا فان شامبيون بارتياح ان شاء الله. Ouais, c'est un match qu'on est invaincu, qu'on produit de belles choses sur le terrain. Surtout, on fait preuve de beaucoup de solidarité, de cohésion. Je crois qu'il y a des choses intéressantes. Voilà, il faut rester humble, il faut rester raisonnable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prend 3 points très très importants contre une belle équipe du CRB. اليوم الحظ كان معاهم، جاوهم دو بيت وين جاو غلطات من عندنا شو احنا مدينا لهم لي بيت هذو. مش هنقول لك احنا عطينا ديزوكازيون، كنا قادرين نقتلوا المباراة في البداية. الحظ كان معاهم بصحتهم ومازال مشوار قدامنا الخدمة.